آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من رعوناتها ويصقلها من أدرانها. فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مخفية في سورة طه: وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن نطلب العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس: أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجدا، تراه آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هم مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى أو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وطائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من فقه. وطائفة أخرى كذا وصفها وصف الذنب: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فقسم العلماء قسمين، وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية، واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة. ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فكر ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس. هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض
التي لا تنبت، لا يستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبس في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، وعلم ينتفع به، إما علم خلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو له مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها لنفعه عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات. لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات، ويحرم قتل الناس، ويحرم الفساد، ويحرم يبلغ الناس شريعة الله تبارك وتعالى. فالناس يستفيدون، والحيوان تستفيد، والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته. فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. واحد يعبد الله ليل نهار، واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة، لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع. آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا: يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجد لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى، أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدين
وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأسبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا بذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعترض طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعترضهم عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين ومن المستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء. الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله، في حياتها ظل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء عباقرة يتعلمون وينهى العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله. العالم الإسلامي انتشر فيه الضلال، انتشر فيه الجهل القاتل، انتشرت فيه الخرافات والبدع، لا يزيحها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع الحل، تواجه عقبات فين يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجههم هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخباء والاستسلام. هذه أمور قاهرة. من العوائق عن العلم والعمل ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى، ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم، هذه
تفسد حتى ما عنده شيء من العلم، شيء، فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله. الكبر، قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه بالجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر، سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره. هذا الداء خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. مثقال ذرة من الكبر، قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في هوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المهلك، فإن كان يعتذره وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. أبغض الناس الله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد يكون الإنسان هو بشير شوية وهو متكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول له: على مهلك، على سوء أدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين يمكن ذرات بارك الله فيك تقضي على حياتك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى، والمستكبرين يبغضهم الله، وهذا مصير النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس. يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان، وفلان ما هو عالم، وفلان جاهل. يعني العلماء جهال، نفسه عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود. من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهد إلى اللحد. يحيى بن معين رحمه الله
لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وأعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة. ماذا تتمناه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. ويحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. كانوا يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويطوف الحجاز والمصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النهم بالعلم لا يشبع أهل منه. وكم ألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يقول الجاهل أنه خلاص بلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وأرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. الجهل يعني بحر الرأس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج علم، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن فقه الدين أنك ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن البخاري. تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمساكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان يخلفه أنه بارك الله فيك أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب العلم على أسفل، وهو فرق من فروع الكبر والعياذ بالله. منها كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها. المعوقة العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام. قال يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول الناس تقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل. ترون الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة وهي من المعوقات. ترى أن العلم قد قبض في الحديث هذا، يقبض العلم، لو كنت يرفع في حديث آخر يقبض العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان علماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة
يتنافسون على علم الحديث. العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترت اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت. طبعا وهي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل أنواع الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم يعني من عنده تعطش العلم. يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر. يعني صار في بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية متهتكات كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس غندي وإلى آخره ما تفرق. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج ويحلق لحيته وإلى آخره. هذا عالم، هذا يصلح لحمل رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدوابهم. فهذا الذي يوجد وموجود الآن، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل. يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه لا يعمل كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق العملي. مثل الفرائض من العلوم التي تنسى من ساعة طلاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم
الذي يتضلعت به عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة، قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا، لكنه سلخ بسبب عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون، وقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق، لأنه ما يعمل، ما أمامه إلا أن يكون من الفساق. إذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدعة التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيك، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدناس الصفات الذميمة الباطنة ومن الصفات السيئة الظاهرة، من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالك على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك، ليش تراعي؟ والعلم يحثك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل، وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل، ولما جاء محمد كذبوه. إذا هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل، إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وإلا كتب ولا علم تدري. فكذلك الذي لا يعمل هذا مثله. فعلينا بالعمل، علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى. علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة، نتجنب الشرك، نتجنب البدع، وهذا من العمل، نتجنب المعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة. هذا الشرك، هذه البدع كلها تأتي كلها في ميدانها، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كل هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصاغر والعياذ بالله. من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأحداث. يتعلم قليلا بارك الله فيك فإذا به يرى نفسه عالم. الساعة صغير مسكين، هذا أنه بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال
ويلتفون حوله وينقطعون عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشراط الساعة، أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين. فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم وأمنائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذوا العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنها أعلم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد على ركبه بين يدي العلماء. بارك الله فيك. فمن البلاء الشديد ومن معوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيقوم بمثابة قطاع الطرق يصدون الناس عن العلم والعلماء. وهذا من علامات الساعة، من العلامات السيئات التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود: ما يزال الناس بخير. معناه إذا تغيرت هذه الحالة فأمر في الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وأمنائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول الله بغير علم. بارك الله فيك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات. بارك الله فيك. وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين. يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها. بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فكان احنا أدرسنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة. بارك الله فيكم. فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون كتيب صغير في الفقه، يتعلمون الفرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب العلم بعد حفظه القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض وفيها حديث ضعيف، ولكن قد يصدقه الواقع أن علم الفرائض أول ما أسلم والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه يبدأون بالفرائض والأصول الثلاثة والحاجات هذه. بارك الله فيكم. فيستعجل ويقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سين. يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية وهي عقيدة جامعة على أساس حلها تحفظها قبل كل شيء. تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه. بارك الله فيكم. أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها. بلوغ المرام أو العمدة أو ما شاكل ذلك. واكتيب في أي فقه من الفقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع بالتي هي العمدة وعليها شرح يسمى العدة. يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها. بارك الله فيك. ثم
يقرأ عليها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروح، يقرأ في شروح الطحاوية. شرح كتاب التوحيد له شروح، يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسع. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح. هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، طالب يحتاجها. المهم أنه يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويسبق هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تفصيلات، ما هم أصلين، هو عارف أصول العلم. تجده في الفقيه عنده، في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا. بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع. بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائج والعوائد التعصب. بارك الله فيك. طبعا إما يكون مبتدع، رافضي، صوفي، جهمي، مرجع، معتزلي، عنده عقيدة ومنهج فاسد. هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم، بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية له محمدي ما ادري ايش عنده، ما يقرأ محمد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره. هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بأعداء الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآجلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية. ليه؟ لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أن نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا،
فليعذرنا من لم يسمع سؤالي. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. آمين يا رب العالمين. يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟ والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل. بارك الله فيكم. يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شاكل ذلك. بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له. فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأنه وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ما شكل ذلك. بارك الله فيك. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم من غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم. في باب الجرح والتعديل الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى. ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيت ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية. عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب للتزكية. وإما بتزكية عالمين يعرفان الجرح والتعديل، وهو كل من ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص بارك الله فيك من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع طائف في الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير. حتى إن أحمد لما سئل عن إسحاق قال: إسحاق لا يسأل عنهم، إسحاق يسأل عن الناس ما يسأل عنهم. وقد يسأل الإنسان بعلمه وفضله وغيره نصل إلى درجة أنه ما يحتاج إلى تزكية، والسؤال عنه غلط. نقول لبازل وعده ولا ابن الهيبي ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسفه. بارك الله فيكم. لكن الإنسان غامض يخفى على كثير من الناس، هذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيه في معرفة العدالة الآيات، وهذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جهول لا يحتاج. هذا رأي الشيخ الإسلام تيمية، وعلى هذا قامت هذه الشروط من علماء الحديث وأيدهم فيها العلماء. بارك الله فيكم. تفضل. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول:
ما رأي فلسفتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين؟ وجزاكم الله خيرا. والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، مو في سبيل الضرب والبدع والخرافات، في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين. هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيه رجوع إلى الدين الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد، وما رجع إلى الدين، حارب الدين وحارب أهله. كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله، بل يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يجب إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان يرفع حزب الله، هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله، ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. أنتم ما قرأتم للرافض. الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد لكن الجهاد الصحيح. فعادوا أن ترجع إلى الدين ثم تعدوا العدة وأدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. الآن حزب الله قاتل من 3 أسابيع، ما قتل منهم إلا 8، وقتل من الشعب اللبناني قرابة 1000، ودمرت مؤسسات. هذا هو الجهاد الذي يريد الله. الرسول جاهد في بدر، في أحد، في الخندق، في غيره، ما قتل طفل واحد ولا قتل امرأة واحد. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال ويجيب ضربات على النساء والأطفال. هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد، هذا هو المقصود. يجاهد يقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجة. بارك الله فيكم. فهذا جهاد بهلواني وجهاد رافضي، ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا أهتلوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم. حياكم الله. كنتم تسمعون بأحداث العراق، تسمعون ماذا جرى في العراق؟ كم قتل الروافض من المسلمين على السنة؟ أكثر من 100,000. يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعبهم ويفعل أفاعيل والله لا يفعلها اليهود.
ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهة هذه يضحكون على السنة وبعدين يجوا يقبلوا لهم. هل بكيتم على أهل العراق أهل السنة وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا أكثر الذين قتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطني يقود الأمة الآن وسيد الأمة والأمة من ورائه، هذا مقصد مكاسب الروافض. إن الأمة تحتفل الآن وتصفق هذا يريده وبين مخبأ منتفس على المسلمين ومخبأه جماعته في المخابئ. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رخيصة في العراق والروافض دماءهم غالية نروح نحامي عنهم. فين العقول الآن؟ يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جهال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متعالم قاعد لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزندقة. رأي شوف أي تفكير متفاكر وبدأ من الفاتحة وشوف تحريف يخيل منه اليهود الصراط المستقيم علي المغضوب عليهم عثمان وأبو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. ألف لام من ذلك الكتاب، ذلك الكتاب علي لا ريب فيه. المتقين هم شيعته، الجنة كلها الدنيا والآخرة كل علي شيعته. يعني علي أحيانا بعوضة، إنما لا يستحي أن مثلا ما بعوضة قالوا بعوضة علي وما فوقها محمد المسيح. هذا زندقة، هذا من زندقة فيهم وإهانتهم لعلي الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلي أحيانا الدابة ودابة الأرض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيتون إلى آخره. وأهل البيت كلهم والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا وحمدها. آية التوحيد حرصوها لغلالهم. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، دعوة إلى التوحيد، هذه من الشرك. لا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشركونها يهربون منها، وإذا تناولوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوه. أعداء الإسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم أنهم تقليدهم أسود دائما مع النصارى واليهود. والله أعلم هذه اللعبة الآن بين اليهود والنصارى لا تستغربوا أبدا. هم اللي جابوا التساوي وذبحوا الألوف المؤلفة بالمليون وأكثر وتسقط الخلافة. بارك الله فيكم. وهم الحرب الأفغانية وفي بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الأمريكان الإسلام طالبان كانوا أقوى درع مع الأمريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الأمريكان العراق. بارك الله فيكم. وتقووا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام الذي جاء الأجل والرب الذي هو أخطر من اليهودية والنصرانية، والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض أشد وأنكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. فما هذه الأشياء هؤلاء المضللون إما مضللون أما أغبياء. بارك الله فيكم. يا نصر الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله أنا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تنبيا للمسلمين وضحكا عليهم وطبعا مش عندهم من أهداف من وراء هذا. بارك الله فيكم. لا تصدقوا الصحابة في أمريكا، لا تصدقوا، كله كذب. كم الآن حول الملف النووي نفسه ليش وضع هذا البرنامج إلى الوضع حاكم اليهود كذابين. إيران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهالك، وكم دخلوا في الحروب وكم قدموا من الأموال وكم قدموا من الأعمال، وإيران تتفرج. ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب تتفرج، تغيب الحرب وتفتح عليهم حرب جديدة. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج، يجب أن يفهم الناس. بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا ما أخذه جهادا في سبيل الله أبدا أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم
ثانيا جهادهم معروف، كيف يختبئون في الكهوف بارك الله فيكم ويندسون في البيوت والإمارات، والله أعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى ضربوا المقابل، لا أستبعد أبدا. بارك الله فيكم. وتنبهوا بمكائد الروافض، والله باحثين على أهل السنة ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم، وهم جسور لمد الرفض للعالم الإسلامي كله. وقد الآن لها انتشار هذا العالم الإسلامي في شرق آسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها في دول أفريقيا. مرت عليهم قرون ما كانوا يحلون هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحزاب الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحك على المسلمين بارك الله فيكم، أيديهم تقطر من دماء أهل العراق، في نفس الوقت يبغون نروح نساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الروافض؟ في الحروب كلها من عام 70 سنة إلى الآن، إيش خسائر وماذا قدموا الأفاقون؟ بارك الله فيكم. حياكم الله. لا سؤال هذا. ها؟ والله إذا كان الإمام كان يصلي لا نخرجه. بارك الله فيكم. مجال تفضل. السائل يسأل يعني من واجب العالم أن يبين حق للناس ما ينافق، هذا الذي يهدينا الله به في اتجاه الروابط. بارك الله فيكم. السائل يسأل يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟ إذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتفضيل هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره هم ليسوا من أهل السنة، وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة وهم مثل الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيل صفات الله بارك الله. هذا ليس بالإسلام، ووقف لهم السلف وحاربوهم. هذا منهج الجهمية، كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البدع. بهذه الأساليب يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف: الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هم أشاعرة فقط، الأشاعرة الآن عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به الكتاب والسنة ويجيب عقيدة ثانية. بارك الله فيكم. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة كلها لله، وهذا يقول أولياء لهم منها نصيب. بارك الله فيكم. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما نزدادهم. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في الهند، في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، خرافات وقبور وشركيات، وبعض الطائف منهم ينتمون المالكية والشافعية للسنة، عندهم خرافات تقارب خرافات الرافض، وعندهم شركيات وشركيات الرافض. فكيف نطلق هذه الإطلاقات؟ كيف في هذه الحلاوة؟ فهؤلاء إما إنهم جهلة ما يعرفوا ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجرون المسلمين إلى المتاهات ويهولون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد
أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله فين يروح؟ يعني نحبط هذه الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين. من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية من أهل السنة، وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية، وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، أينما وجدتموه فاقتلوهم. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم أشياء أحسن من الموجودين الآن، أحسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. الرسول قال تحسنوا صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم عبادتكم إلى عبادتهم بارك الله فيه. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصل منهم. يصيحوا ويقول شوف يفضل هذا على المذاهب. المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجلدات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات التيجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون إنهم هم أهل السنة، ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين إنهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيهم. نعم. يقول السائل قام أحد الدعاة بوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين. كيف؟ برنامج دعوي. فكان في هذا البرنامج خبرين اثنين، وضع في أحدهما لمبة حمراء ووضع في الآخر لمبة خضراء، فقال من أراد أن يتخلص من ذنبه فليدخل القناة. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة؟ في الخبرين؟ في الخبرين نعم. الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا نقبل توبتنا إذا دخلنا في القبور، فالقبور محرمة وملعون من يرتكبها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحرم ما صنعوا، واتخاذها مساجد أن يصلى إليها أو يصلى عليها أو يبنى عليها، هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبوله الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة، هذا من دعاة الشر والفتن والضلال. فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوبة تقبل من العبد أينما كان، في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقالت أتشجرة واستسلم للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. فهذا يشترط
للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور. وهذا قبر من؟ قبور هذه لمن؟ والله في المقبورين حيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء ما يشترط هذه التوبة أن تكون في القبور. هذا قبوري، قبورية بارك الله. القبور يا شيخ مفتوحة ولا مغلقة؟ ليس فيها أحد. كيف؟ مفتوحة القبر وليس فيها أحد. طيب وكيف تقدروا القبر ومفتوحة؟ مفتوحة للناس ينظرون فيها. حصل قبورا ينظرون فيها ليتوبوا. نعم. ما بينت لي من أول، ما بينت لي. على كل حال هذا مشعوذ. هذه شروط الله تبارك التوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبرين المحفورين. هذا الدجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله. قل هذا برهانكم من الصادقين أن هذا من شروط قبول التوبة. بارك الله. هذا من الضلالات. نعم. سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم في الأموات، فما رأيكم بهذا الجواب؟ والله ينبغي أن يذكر ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزة عن الإجابة مع تأييد كفاية. ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا عندك الإسلام وكانوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا، يعني أخلاق العلماء في علم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونتوضى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحق منا كل ثناء. والحمد الإجابة على هذا السؤال غلط. بارك الله فيكم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله، جدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب. هاتف رقم 63333801. فاكس رقم 633-6283. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.